طب ايه رايك في اسم كله ريحه كده؟ ايوه، اسم له ريحه يبقى نسميها فواحه وتعلقيها في الطابلوه تعمل احلى جو. فواحة ايه؟ فواحة ايه؟ انا هعلق بنتي في مش طابلوه قصدي ده يا عندك. طنط، مش قصدي ده. انت كمان بتتنرفزي عليها. انا نفسه، انا لسه والده البنت، براحه شويه عليا. انا قصدي روز، فله، ممكن جازمين عادي برضه. لا لا يا ماما، جاسمين المجنونه اللي زيك ملكه الجمال انا قابلها مره واحده في حياتي، ما سميش جاسمين وبنتي تطلع مجنونه زيك. احنا اصلا ليه نسميها اسم له ريحه؟ ما نسميها اسم له طعم ونستفاد منها. بصي سميها بسبوسه واحرجها لنا من الطرف كده. 7 سنين 7 سنين يا مصر بعيد عنك، 7 سنين. خلاص. انت اللي بيضحكك؟ لا انا ما بضحكش، امال ايه؟ انا بعيط. انت كده بتعيط؟ ده غريب شويه، معلش سامحني. بعيط من الفزع. من ايه يا فندم؟ الفزع اللي هو الهلع. لا، ما الفزع باين، انت تبعدها. ايه بقى خير في يا ما؟ باشا انا راجع مصر، رايح على السجن عدل. السجن؟ حتى لو راجع على السجن في بلدك، سجن بلدك ولا جنة الغربة يا راجل، بلاش قرف. ايوه. طب اهدى بس، اهدى، كل حاجة وليها حل. ايه؟ هتسجن ليه؟ في قضية. تموين؟ لا لا لا، تحرش؟ افظع من كده. تحري؟ قتل. قضية قتل. طب ما سمعت انا حضرتك سمعت قضية قتل. يخرب بيتك. لا، الغربة بالنسبة لك كانت احسن فعلا. بقول لك ايه، ما تسميها كارلا على اسم جدتي. ايه ده؟ هي جدتي الكارتة اسمها كارلا؟ حسابي معاك بعدين. عندك كارتة هناك. والله العظيم انا مش مصدقه. ازاي يعني يا دكتوره بعد كل الرحله الطويله المريره والاحداث المشيبه اللي انا شفتها معاكم دي ما سميهاش عتاب؟ يا استاذ عتاب، ده فكر تقليدي بحت، ان في نهايه القصه نسمي اسم المولود على اسم بطله القصه. احنا كده مش هنبقى رقم واحد، عشان نبقى رقم واحد بجد نفكر بره الصندوق. ايوه زي ما الاستاذ عربي بيقول. يا عتاب يا عتاب، انا والله مقدره كل اللي انت عملتيه، بس انا برضو من خلال الرحله القاسيه اللي احنا مرينا بيها دي، انا دلوقتي يا جماعه حقيقي محتاره ما بين اسمين، وعايزاكم تعينوني وتساعدوني عشان اختار منهم اسم. طب قولي. في عندي الاسم الاولاني مكتمله النمو، او قدر ولطف. طب ما تسميها فقاقيع الهواء احسن. لا، نهارك سعيد احسن. نهارك، تعالي عايزك في كلمة عتاب بعد اذنك. نهارك سعيد احلى. يا عتاب ده عمالة تفكري في اسامي لاولاد الناس، مش نفكر في اسامي لاولادنا احنا؟ ولادنا؟ ايه الدخله دي؟ هو انت لسه عرفت رايي؟ انت ليه بتجيب من اخر المشوار؟ وبعدين هتعمل ايه في الانسه ولاء بتاعتك؟ اسمها بهاء. هتعمل ايه في الانسه بهاء؟ ولا حاجة، هقول لها يا انسة ولاء احنا كل واحد منا من سكة. لا يا باسم، لا انا ما يرضنيش الظلم. انا بنت واحس بالبنات اللي زيي، وبعدين انا مش خربت بيوت. خربت بيوت ايه بس؟ يا ستي قلت لك 100 مرة لا انا بحبها ولا هي بتحبني، الموضوع منتهي والله. ولو يا باسم، ليه تقول لها الوقت؟ ليه ترجعها الرحله دي ودمعتها على خدها؟ وبعدين يعني الصراحه انت محتاج تاخد وقتك يعني عشان تفكر في الموضوع كله ككل. انا بقول لك كده هون عشان لو لك حاجه عندها تعرف تاخدها. هي الشبكه معاها ولا مع عمك؟ لا مع امها. شفت؟ دي محتاجه خطه عشان نعرف نجيبها. تلاقيك جايب الشبكه بشيء وشويات. والله. على فكره انا ما اقدرش اخد شبكه حد، انا لازم شبكه جديده. مفيش مشكلة، احنا نرجع الشبكة القديمة ونبدلها ونجيب شبكة جديدة بس بنفس السعر. الصراحه الشبكه دي يعني بتبقى تقدير من العريس للعروسه. لا اذا كان على التقدير يعني اكيد هجيب غويشة 2 جرام كمان. انا هروح اخلص واجيلك. بقول لك اهدى. حاضر. اقول لك روح اخبط على الحديد وهو سخن. انت هتجننيني، انت عايزه ايه يا بنتي بالظبط؟ ايه في ايه؟ عروسه وبشرت من حقي. ماشي، شرطي براحتك. انا هروح اضرب على الحديد واجي تاني. ماشي. انا امسك دبلتك يا باسم. ايه ده؟ ما تعملش مستغرب قوي كده، الموضوع واضح قوي. هو انت ما شفتش نفسك لما بتبقى معاها بتكون عامل ازاي؟ انت بتبقى معاها فرحان اكتر ما كنت فرحان لما عرفت ان انا لسه عايشه. ايوه ده حقيقي، بس يعني برضو احنا من غير كتر كلام يا باسم علشان ما تهزقش نفسك. نعم. علشان ما تهزقش نفسك.
وما تقلقش على مشاعري قوي كده، احنا كده كده اللي بينا بيجو 7 راكب. وما تخافش عليا، انا قدامك اهو. سو كول. ما هو مكتوب على التيشيرت، خدت بالي. امسك دبلتك، امسك امسك. ولما نرجع مصر بقى تعالى خد حاجتك اللي عندي. ايه ده؟ هترجعي لي الشبكه؟ شبكة مين يا ابو شبكة؟ الشبكة دي تنساها خالص نهائي، انسى انسى. انت عارف الدهب بقى بكام؟ انا بكلمك على الساعة العطلانة والكام دبدوب المعفنين ب2.5 دول اللي زحمين لي الأوضة على الفاضي. طب كان في ازاي كنت جايبه لامك ساعه الانيفرسيتي بتاعها هي وابوكي، ممكن ترجعوا لي مع الحاجه؟